والشام يصين ويروس استجرحت على المستبيح يلقى كمال وبدها كلاب المجوس الردها حنقدها ومفزع وصايح يصيح. صحيح البخاري من الكتب المحترمة عندكم المعترف بها بحيث تعتبر أصح الكتب عندكم بعد القرآن الكريم، إلا أني تفاجأت بمسألتين. المسألة الأولى من جبت البخاري من البيت قلت له أنا من البيت برا البيت بس ماخذ الكتب وياك الكتاب البخاري قرأته من الجداد إلى الجداد رأيت فيه أمور عجيبة، وهذه الأمور حقيقة لا تدخل العقل. نقل للسؤال الثاني إن شاء الله. البخاري في صحيحه كتاب صحيح البخاري صفحة 18 كتاب العلم باب ما جاء في العلم وقوله تعالى وقل يا رب زدني علما. صدق الله العظيم سورة طه آية 114. يقول أخبرنا محمد بن يوسف البربري، يا ريت تنتبه إلى هذا السند. أخبرنا محمد بن يوسف البربري وحدثنا محمد بن إسماعيل البخاري قاعد يروي عن نفسه، ما أدري هو صاحب الكتاب كيف يروي عن نفسه، يعني مثل ما أنا هسه أقول حدثنا أبو زيد العراقي. طيب أنا أبو زيد العراقي شلون حدثته؟ البخاري هنا يروي عن نفسه. أما مسألة أن البخاري يروي عن نفسه هذه أبحوثة، والله أبحوثة. إيش يعني البخاري يروي عن نفسه؟ هذا نسخ تلميذ البخاري يروي عنه، هذه مليئة بها الكتب. حتى الكليني هناك رواية يقول عن الكليني ويروي الرواية، هو كتاب للكليني. هذه بعض النسخ. والله يا أخو أي إنسان يقرأ في كتب الحديث يرى أن الرواية حتى الموطأ للإمام مالك تجد عن مالك عن مالك، والكتاب لمالك. هو التلميذ ينسخ هذا الكتاب، طلابه ينقلون عنه، فلما نقلوا الكتاب من الطلاب من ذكر عن محمد بن إسماعيل، يعني يقصد عن شيخه، هو يرويه عن شيخه، فلا توجد مشكلة أساسا. هذا موجود في كل كتب الحديث، وأنا عن نفسي في الكليني وجدت هذا. أنت تقول قرأت البخاري وتعجبت عن وجود أن البخاري اسمه موجود. طيب أنا أقول لك أنت لم تقرأ كتاب الكافي، وهو من أعظم كتب الشيعة. كتاب الكافي للكليني فيه عن محمد بن يعقوب الكليني، مع أنه هو صاحب الكتاب. يعني هذا يدل على أنك لم تقرأ لا بخاري ولا الكليني وليس لديك علم أساسا، ولم تقرأ كتاب. إنما أين الشبهة؟ هناك شبهة في هذا الكتاب. نعم أنا أشتري الكتاب صحيح، ولكن لا أقرأ منه إلا هذه الشبهة فقط. فالسؤال لك، لو أن هناك حديث في الكليني يروي عن نفسه كما بتعبيرك أنت، فهل تسقط كل ما في الكتاب وكل ما يروى عن الكليني أم لا؟ تفضل طيب بارك الله فيك. مرت 5 دقائق. طيب هذه مشكلة تعود. 5 دقائق دون أن نتكلم، هذا ليس موضوع. بارك الله فيكم. الذي يهمني اليوم أننا اكتشفنا أن هذا أبو زيد لم يقرأ كتاب واحد للحديث. أنا أقسم بالله، طبعا يعلم أخي حيدر أنني لم أجهز للموضوع، يعلم علم اليقين. والله للتو كلمني هذا الرجل يريد أن يناقش في صحيح البخاري، ولا أدري ما هي شبهاته. أتيت الشبهة الأولى عيسى لا يعرف معنى التدليس ولا يعرف أقسام التدليس. يا أخوان، تعرفون إيش يعني أن الرجل يطرح شبهة يقول كيف البخاري في صحيح البخاري يقول عن محمد بن إسماعيل وهو محمد بن إسماعيل صاحب الكتاب؟ تعرفون ماذا يعني هذا؟ يعني أن هذا الرجل لم يقرأ كتاب حديث واحد. أول رواية أخبرنا محمد بن يعقوب، أي محمد بن يعقوب الكليني صاحب الكتاب، عن علي بن إبراهيم بن هشام عن أبيه عن الحسن بن الحسين الفارسي عن عبد الرحمن بن زيد عن أبيه عن أبي عبد الله قال إلى آخر الحديث. وتعرف إيش يقول؟ يقول يا أبو مريم أنا فتحت كتاب البخاري
وقرأت البخاري كاملا فوجدت فيه أن البخاري يروي عن نفسه فاستغربت، يعني كأنه قرأ كتب حديث كثيرة ووجد هذا فقط في البخاري. وهذه والله طامة كبيرة، ولكن ما يستفاد منها ولله الحمد والمنة أن الشيعة الذين يعتمدون على هذا الرجل وعلى أطروحاته أنهم يعرفون أن هذا الرجل لم يقرأ كتاب حديث واحد، حتى كتب الشيعة لم يقرأها، لأن الرجل لو قرأ أنا عن نفسي قرأت كتاب الكافي، فلما طلع عليه الإشكال قلت هذا موجود أساسا في الكافي، يعني هذا الدليل أن أبو مريم يقرأ في كتب الشيعة أكثر من هذا الرجل ولا أدري أي شيء يقرأ. وهذه فقط إشارة لمحة بسيطة على أن الشيعة، يعني هذه فقط، يعني لو تسجل فقط أن الرجل سؤاله الأخير لو يسجل أقسم بالله أنها فضيحة كبيرة جدا.